السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الكيكة وجمالها؟ كيكة البرتقال طرية وهشة اسفنجية، مش معجنة ولا مكتومة. تعالي اقولك انا عملتها ازاي. اول حاجة هبدأ ان انا اجيب شفشق الخلاط بتاعي، وهنزل ب3 بيضات حجم كبير، اهم حاجة يكون حجمهم كبار. وهنزل بكوباية ونص من السكر، الكوباية اللي هعاير بيها السكر هعاير بيها جميع المكونات بتاعتي. بعد كده جبت كيس من العصير البرتقال، وجبت كوباية من المية، وهبدأ ان انا ادوبهم مع بعض كويس جدا. لو مش متوفر ممكن تستبدليه بعصير برتقال بيور عادي، مفيش اي مشكلة. كوباية الا ربع من الزيت، وهبدأ ان انا انزل بكيس من الفانيليا. واهم حاجة الزيت بتاعي ما يكونش زيت تهومين عشان طعم الكيكة يطلع معاكي كويس. هبدأ ان انا اخلطهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت لحد ما السكر يدوب مع المكونات اللي انا حطيتها. وحطيت جبت البولة ونزلت بالمكونات بتاعتي. هنزل بكوباية من الدقيق وعليها كيس من البيكنج باودر، وهبدأ ان انا اضربهم بالمضرب كويس جدا وفي اتجاه واحد. اهم حاجة في اتجاه واحد، الاتجاه اللي تضربي بيه تقلبي بيه، تفضلي مقلبة بيه على طول. هبدأ ان انا اقلب كده الدقيق مع المكونات اللي انا حطيتها. لسه الكيكة بتاعتي كانت محتاجة دقيق كمان، نزلت بكوباية وبدأت ان انا اضربهم بالشكل ده. انتي لو اول مرة تعمليها انزلي بالدقيق واحدة واحدة لحد ما القوام بتاعك يبقى بالشكل اللي انتوا شايفاه ده. اهم حاجه لو مش عارفه تظبطي القوام بتاعك، ممكن اول ما تلاقي المضرب معلم في قلب الخليط اللي انت عملتيه، يبقى كده الكيكه بقت جاهزه معاكي. هتبداي تعملي ايه؟ تجيبي صينيه ومدهونه من الزيت دهنه كويسه، يعني تحطي معلقتين من الزيت كبار وتدهني الصينيه من على الحروف. كويس جدا. اهم حاجه ان انت تدهنيها من الزيت. ممكن تبدريها من الدقيق، وممكن انا ما بقدرهاش بصراحه. حطيت كده الخليط بتاعي، شايفين الخليط ولا بقى مكتل ولا اي حاجه. الخليط بيور زي ما انتوا شايفينه كده، ونزلت بيه في قلب الصينيه. اهم حاجه تكوني مولعه الفرن يسخن قبل ما تحطي صينيه الكيكه. لو الفرن بتاعك حامي هتخليه على 180، الفرن بتاعك بارد هتخليها على 200. هتطلع معاكي مظبوطه ومية مية. هدخلها الفرن واوريها لك بعد ما تطلع. دخلتها الفرن، بصوا الجمال والحلاوه تحفه. هبدا ان انا اجيب خله واغرزها في النص. الخله طلعت لي ما فيهاش اي عجين او اي حاجه، تبقى كده الكيكه استوت معايا. طلعت فيها عجين، هتبداي ان انت تسيبيها 5 دقايق بعد النص ساعه اللي انت سبتيها في الفرن. هقطعها بقى، بصوا الجمال والحلاوه تحفه. جميله جدا وطريه وسفنجيه خالص ومش مكتومه ولا معجنه. متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس.